شوف حل عشان منظرك بقى صعب قوي. تمام يا حضرة. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. اهلا بيك في الحلقه الخامسه من كلام منطقي. من كام يوم كده كنت واقف على الاي تي ام وكانت الدنيا زحمه قوي، ولاحظت ان مفيش شخص طبيعي، يعني مفيش شخص عادي، كلهم فئات متسولين بقى، نردات بابتسامات بلهاء وكبار سن بمختلف انواعهم بقى، المعترض السياسي اللي صوته عالي، وكلهم متفقين على ان اي حد مولود بعد سنه 83 ده كده جاي يهزر. ايه يا عم، في ايه؟ حد يتولد في الوقت ده؟ وبحسهم متقسمين انواع كده زي المساجين، يعني في مثلا سجين النصب والاحتيال، ده ماشي ماركت لخبرته بشعر الابيض ويشتغل الناس كلها ان هو الشعر الابيض ده، انا شعري ده شاب من الخبره، مش ناقص فيتامين بي 12 يعني ولا ميلانوسايتس، وبيمسك الموضوع يحلبه قوي موضوع شعره الابيض ده، لان هو السنه بالظبط والشعر ده يا اما هيقع منه يا اما هيصبغه. هو كده كان اصيع منك واجمد منك في كل حاجه، يعني هو محترم وجنتلمان زي ولاد الناس، بس يعرف يحل مع ولاد رزق، اتبهدل اكتر من ولاد الشمس وعمل فلوس اكتر من اولاد رجب. وفي المسجون السياسي ده دايما ليه راي سياسي ومعترض قوي ومش عاجبه وشايف ان البلد دلوقتي حالها وحش. طب وبالنسبه للعسكري الانجليزي اللي كان مفضي تلاجتكم زمان في طفولتك ده عادي. وفي بقى المسجون اللي ياما في الحبس مظاليم، اللي هو من جواه روحه شاب صوت ظلم في سنه ده، هو مش راضي يقتنع تماما ان هو سنه كبر ومصمم يتصابى. يا عم عيب تبقى راجل كبير وتعمل الحاجات دي. هو منبهر بيك جدا بس هو مش هيقولك كده، هو برضه هيعمل زي باقي دفعته وهينتقدك، وعموما انت كده مش هتعرف تنال رضاه. اصل برضه صباح الفل منطقي، يعني بص الفرق حياتك وحياته، يعني انت دلوقتي بتشتغل وبتحوش قوي الشهر ده عشان في جزمه عجباك عايز تشتريها، هو اصل فاكس جواز يعني طالما ابوها عامل فيها اميره الذهب كده. هو زمان وهو في سنك كان بيشتغل عشان يدفع فاتوره الكهرباء وياكل العيال، احنا جيل طري فعلا مقارنه بيهم يعني. فهو تعب وانت كمان تعبت برضه، يعني انت يعني فقدت الامل في انك ترتبط خلاص، بس مش مهم، اصل انت حتى لو ارتبطت مش هتعرف برضه تنال رضاه. بمناسبه الارتباط، عاوز تسمع كلام رايق عن زمان؟ مش هقولك سهوله الحياه، مش هقولك الهدوء والراحه النفسيه، روح لاي حد كبير واتكلم معاه عن الحب زمان، هيقولك هو الحب اللي في الزمان ده اسمه حب؟ برضه هو في لسه في العاده دي، عفريت كده تعرفش ازاي يملص منك ويدخلك في نفس الموضوع برضه، ان زمان احلى. يقولك زمان انا كنت اسبل لبنت الجيران، كانت عيونها عسليه وكانت بنت جريجيه، واخد بالك؟ جريج يعني اليونانيين زمان، وكنت اشغلها بقى، كنت اقعد اشغلها كده، ابعت لها جوابات وورد واقعد بقى غازلها في الجوابات دي. كنت اخلي واحد صاحبي كده كان عيل فالنتينو كان هو اللي يكتب بقى الجوابات دي. ولا التانية بقى، التانية دي كانت بنت خالتي، هي دلوقتي متجوزة راجل مقاول في اسكندرية، دي كان عندها اخت كانت اصغر مني، وهي البت دي كانت من دوري، كنت اديها الكتب بتاعتي على اساس ان انا اديها لاختها الصغيره في اول كل ترم واسيب لها الجوابات فيها. تقول له امال ليه اتجوزت تيتا؟ يقول لك بنت عمي، كنت اديها هي الجوابات توصلها للبت الجريجيه، كانت تقراها هي وترد عليا. البت الجريجيه طلعت ما بتعرفش تقرا عربي. وانا فهمت ليه عموما البشر عامله كده دلوقتي، يعني كلنا كده نتاج زواج القرايب الكتير قوي اللي كان في السبعينات. ويكمل معاك كلام ويقعد يحكي لك وفجاه يروح شتمك. هو عامه اي حد سنه كبير مقتنع ان هو ليه الحق ان هو يعمل اي حاجه او يقول اي حاجه لاي حد في اي حته اي وقت في اي مكان. يعني هو ممكن يبقى موقف صلاح سالم كله عشان هو بيعلمك اداب السواقه وانك ما ينفعش تكسر بالعربيه بالمنظر ده. وخبث على فكره مش سهلين، يعني هو شافك مثلا مش عاجبه انك انت عامل مولد، عنده حق عامه، يعني ايه المنظر ده؟ بس بغض النظر هو هيستغل وهيستنى الوقت المناسب، واقل تصرف انت هتعمله هيفرج عليك الشارع كله وهيبين ان انت قد ايه قليل الربايه. بحسه غيران ان صحتك احسن، ما يعرفش يعني ان انت عندك سوء تغذيه. شوف حل عشان منظرك بقى صعب قوي بجد بالنحافه دي. وشايف ان وصلنا للزمن اللي احنا فيه ده، يعني مجرد ما عدينا الالفينات، مجرد ما دخلنا الالفيه الجديده، هو ده السبب في كل حاجه وحشه. يعني هو معترض على حاجات كتير قوي لمجرد ان هي حصلت في سنه 2000 وكذا، ايا كان 2000 وكام. يعني هو ممكن يعترض مثلا على الديتنج ابس. حضرتك انتوا كنتوا بتعملوا زمان اعلانات في الجرايد انكم هتموتوا تتجوزوا مش قادرين خلاص، ويقدم بقى على الوظيفه المعروضه دي عريس، يقدم ورقه ويخلي حد يعمله ريكومنديشن، يعدي فيرست انترفيو ويكمل. وكده احنا جيل مش نافع في اي حاجه وهايفين وفشل. تعال نحط نفسنا مكانه ونلبس نظارته ونشوف العالم من خلالها. مش شايف حاجه؟ معلش هو نظره ضعيف شويه، خلاص اقلعها. تعال اوريك العالم من وجهه نظره، ومن وجهه نظره زمان احسن لمجرد ان هو ما كانش بينهج على السلم ويقول لك التعليم دلوقتي بقى اونلاين. يعني ازاي ما كانش الطالب يقابل المدرس كده ويحتك بيه وجها لوجه؟ ما يفهمش. طب ما حضرتك المقابله دي ما كانتش بتبسطك زمان؟ كان كل يوم الصبح المدرس يكرتك علقه موت بخرزانه
تروح لابوك عظمك متكسر يضربك انك انت اتضربت. انا برضه عايز اعرف ايه مرجعيته، يعني ليه ممكن حد يعمل كده؟ ومش عاجبهم برضه ان دلوقتي بقى في شغل اونلاين. هم غالبا كل مشاكلهم مع النت في مصر، ودي الحاجه الوحيده اللي هم اتفقوا فيها معانا. وبعدين لبس ايه اللي بتتريقوا عليه بشعركوا ده، والبنطلون الاصفر اللي انت كنت لابسه ده؟ حد يلبس بنطلون اصفر يا نهار اسود، وضيق قوي لدرجه ان هو محدد لك كميه اكل معينه، يعني انت لو كلت معلقه زياده البنطلون هيتقطع. والمعايير اللي بيقيسوا بيها كل حاجه غريبه قوي، يعني هم كانوا بيقيسوا مدى انوثه الممثله بدرجه ارتجاع المريء عندها، يعني تقعد بقى تعمل كده مش للدرجات دي. كان ليهم طريقه كلام غريبه قوي بجد، يعني حتى الرجاله كان ليهم طريقه كلام غريبه قوي، بيستخدموا مصطلحات غريبه قوي، اللي هو يلا يلا بسرعه، اوام بقى الشهر يخلص، انا عايز اقبض المهيه. يا نهار اسود، انت شبهه تمام يا حضرة. وعندهم شويه امثال بقى بديهيه جدا وبيقولوها بكل فخر كده، يعني مثلا صوابعك مش زي بعضها. صوابعي مش زي بعضها، ودي اول حاجه الطفل بيكتشفها اول ما بيتولد، مجرد ما بيفتح عينيه بيقعد يفرك بصوابعه كده بيكتشف ان صوابعه مش زي بعضها. حضرتك ما قلتش اي حاجه فيها معلومه مفيده يعني. العين ما تعلاش عن الحاجب، حضرتك جربت طيب تعمل غير كده ونفع معاك يعني؟ او اللي ما يعرفك يجهلك، لا ما يعني كده مش هنخلص بقى. اي جمله خبريه ومترادفات احنا كده شغالين مع بعض يعني. ما خلاص يا عم، العيان يروح يشوف دكتور، اي خلاص اي يا خلاص بقى، اللي يسقع يلبس جاكيت ويتغطى، يعني مترادفات وكده. وعامة معظمهم بيبقوا اجتماعيين قوي كده بدرجة زيادة. يعني لو انت في مواصلة عامة مثلا، او لو انت في بنك، او في مكان بتخلص ورق، بتخلص حاجة ما يعني، او في طابور، او في مكان يعني في انتظار عامة، في حالة انتظار كده، بتاخد بالك ان لو حصل حدث معين، يعني مثلا انت في البنك والموظف مثلا اتلخبط مع العميل اللي كان معاه، او يعني حصلت لخبطة ما في حد ضحك او حصلت لخبطه، تلاقي الراجل الكبير في السن اللي جنبك يقولك الموظف الظاهر مش نايم كويس، ها، ومحدش يهتم، فيشد الاتنشن بايده عافيه بقى يكرر الجمله تاني، الظاهر بقى الموظف نايم ولا ايه؟ ويضحك قوي يبص للناس كلها ويعلي صوته، فانت جنبه بتحرج، فبتضطر انك تقول له مثلا نايم الظاهر، فما يسكتش بقى، يبدا يفتح معاك حوار كبير بقى، اصل بعيد عنك ده بيتعبوا بقى، امال ايه الشغلانه بتاعت البنوك. وانا مره بقى لما كنت في الخليج زمان، انا رحت الكويت، انا مالي بكل ده، انا مش عايز اسمع اي حاجه من الكلام ده. انا كل اللي انا عايزه انك تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان الحلقات بدات تقع. دي اول حاجه. تاني حاجه انا عاوز اقولها، انه فعلا هم عندهم حق ان احنا جيل اطرى منهم بكتير، وان احنا جيل ما تعبش زيهم فعلا، وبجد الناس دي كانت الحياه على ايامهم ممكن تكون كانت اسهل شويه من الناحيه الماديه، ولكن لا، ده عشان بس سقف الطموحات كانت وقتها اقل، ولكن كتير قوي من الناس دي طلع عينيها. فبجد لو عندك حد كبير قدر قيمته، لان لو فقدته بعد الشر مش هتبقى مبسوط، واستحمله في اي حاجه ممكن يعملها. لو حد بقى بره في الشارع ما تستحملوش ادعاك وضرب. بهزر يا جماعه، اقدر اهزر عادي صح، بهزر، ما تتعصبش يا عم، انت راجل كبير بالراحه، ما تتعصبش، ده مش قله ربايه، ده كلام منطقي. لو عندك حد كبير في البيت خليه هو اللي يكتب لك كومنت بايده، يكتب انت ولد شقي وعفريت، او يعني الحاجات دي، خليه يكتب حاجه من الحاجات دي. بحبك.